أهلا بيك يا بطل في تاني يوم من رحلتنا. النهاردة هنتكلم عن الفخ اللي بيقع فيه 90% من الطلبة، وهو اللي بيخليهم يذاكروا بالساعات وفي الآخر يحسوا إن دماغهم مصفى ما بتشيلش معلومة. عارف إيه هو الفخ ده؟ إنه وهم المعرفة. خليني أشرح لك. أنت دلوقتي لما بتفتح الكتاب وبتقرأ مادة صعبة وبتقعد تعيد وتزيد في نفس الصفحة 10 مرات وتخطط بالماركر الأصفر والأخضر، بتبقى حاسس إنك برنس وفاهم كل كلمة. بس الحقيقة الصادمة إن عقلك في اللحظة دي بيضحك عليك. هو مش بيخزن، هو بس بيتعرف على شكل الكلام. وعشان كده أول ما تقفل الكتاب أو تدخل الامتحان بتلاقي المعلومة طارت وكأنك ما قريتش حاجة أصلا. ليه ده بيحصل؟ لأن عقلك بيبقى في وضع الاستقبال السلبي، زي بالظبط اللي قاعد بيتفرج على ماتش كورة. هو فاهم اللعبة وعارف القوانين، بس لو نزل الملعب مش هيعرف يشوط كورة واحدة. المذاكرة الحقيقية هي إنك تنزل الملعب وتشغل عقلك في وضع التشغيل والإنتاج. وهنا بيجي دور السحر اللي العلماء بيسموه الاسترجاع النشط، Active Recall. يعني إيه الكلام الكبير ده؟ يعني ببساطة بدل ما تخلي المعلومة تدخل عقلك بالعافية، أنت بتجبر عقلك إنه هو اللي يطلع المعلومة من جوه لبره. العلماء اكتشفوا إن الذاكرة بتبدأ تتكون فعلا في اللحظة اللي أنت بتعصر فيها دماغك عشان تفتكر حاجة، مش في اللحظة اللي بتقراها فيها وهي قدامك جاهزة. التعب والمجهود اللي بتبذله وانت بتحاول تفتكر هو ده بالظبط اللي بيبني عضلات لدماغك وبيخلي المعلومة تثبت للأبد. طيب، ازاي نطبق ده فعلا؟ ركز معايا في الثلاث طرق دول. أولا، قاعدة الورقة البيضاء. بعد ما تخلص قراية فقرة أو صفحة بتركيز، اقفل الكتاب تماما وابعده عنك. هات ورقة فاضية وابدأ اكتب فيها كل اللي فاكره، حتى لو كلمة واحدة أو رسمة بسيطة. في اللحظة اللي هتقعد فيها باصص للورقة وبتحاول تفتكر، عقلك بيبني روابط عصبية قوية جدا. بعد ما تخلص افتح الكتاب وشوف ايه اللي نسيته. المعلومة اللي نسيتها دي هي اللي عمرك ما هتنساها تاني أبدا بعد ما صلحتها لنفسك. ثانيا، خدعة المدرس الصغير. تخيل إن قدامك واحد صاحبك مش فاهم أي حاجة في المادة وانت مطلوب منك تشرح له. قوم اقف في الأوضة وابدأ اشرح بصوت عالي وبإيدك كأنك واقف قدام سبورة. لما بتحاول تترجم المعلومة لكلام مفهوم، عقلك بيضطر يرتبها ويفهمها بعمق عشان يعرف يقولها. لو عطلت في نص الشرح، اعرف إن دي هي نقطة الضعف اللي محتاجة مراجعة. ثالثا، حول المنهج لأسئلة. بدل ما تكتب ملخصات طويلة وتضيع وقتك في الزينة والخطوط، اكتب أسئلة. يعني مثلا بدل ما تكتب تعريف القانون، اكتب سؤال: إيه هو القانون ده؟ وإمتى بنستخدمه؟ ولما تيجي تراجع، جاوب على الأسئلة دي من دماغك الأول قبل ما تبص على الإجابة. يا بطل، المذاكرة الذكية مش هي إنك تقعد 10 ساعات قدام الكتاب وإنت سارح. المذاكرة الذكية هي إنك تتعب عقلك شوية وإنت بتذاكر عشان يريحك وإنت في الامتحان. الخمس دقايق اللي هتقضيها وإنت بتفتكر المعلومة أفيد 100 مرة من ساعة كاملة قراءة تكرار وملل. جرب تطبق نظام الاسترجاع النشط النهاردة في أصعب مادة عندك، يشوف الفرق في سرعة حفظك وفهمك. المنهج مش بعبع، المنهج بس محتاج حد يعرف يتعامل مع مداخل عقله صح. اتعب دلوقتي واعصر دماغك بذكاء عشان تدخل اللجنة بكرة وانت واثق ان كل معلومة محفورة في مكانها الصح. مستني منك تقولي في التعليقات ايه اكتر مادة جربت فيها الطريقة دي وحسيت بالفرق. اشوفك بكرة في فكرة جديدة قوية. سلام.